الجانب من الجماهير من الحضور أنصار الرجاء الرياضي بمبدأ الوفاء ودعم المساندة سواء داخل وخارج الميدان. من جانب من عبر وسط الميدان خطأ تفتك والحكم ماذا يقول؟ يشير بوصلة اللعب. فرصة خطيرة، فرصة تناول للرجاء خطيرة. ركلة جزاء يشير الحكم لفائدة فريق الرجاء الرياضي. أولى إشارات الإطالة تأتي في حدود الدقيقة 7 لفائدة فريق الرجاء الرياضي. الحكم هنا بطاقة حمراء، بطاقة حمراء لحمزة الركراكي في حدود الدقيقة 7. داد ماذا سيقول؟ هل يلغي القرار؟ إذا ذاكر داد ماذا يشير؟ إذا سيلغي البطاقة الحمراء وسيلغي ركلة الجزاء. بالفعل ذلك ما حدث الآن بجانب ذاكر داد. إذا هنا القرار يتغير مع احتجاجات من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. إذا 10 دقائق 0 مقابل 0. الحكم يتراجع عن قرار الإعلان عن ركلة الجزاء وكذلك قرار خاص بسحب البطاقة الحمراء عن حمزة الركراكي. بين هذا وذاك من هو الفريق الأكثر استعدادا لزيارة الشباك لتحقيق الانتصار؟ كرة أمامية، فرصة خطيرة خطيرة. لازال فيها الخطورة للنادي البركاني والمتابعة من الأساس سيتي. سبايدر مان يوسفو أدر الطريقة من رجال اليسرى مهدي وبيلا لحمزة مساوي الطريقة بفعل العرضية وبحث عن العرضية. فرصة خطيرة مشات عبر القائمة الثاني باكرا إليه تسديدة. تتبع الخطورة وهي خطورة، فرصة واستماتة من جانب الرجاء الرياضي. وكما قلت ملاحظ الأبرز في آخر 4 لقاءات بين الفريقين. الرجاء يفوز ببركان، النادي البركاني يرد عليه مركب محمد الخامس، يعود من جديد الرجاء للفوز ببركان، يرد عليه كذلك النادي البركاني بمركب محمد الخامس. حول الانطلاقه من زريدة عبر من مراوغه تمشي فتي جمال. هنا التمويه، هنا الخطوره. مكاسي توصل من الجهه اليمنى، خطيره للرجاء، خطيره خطيرة من البديل ساكر الأرضي، لكن استماتة من طرف حمزة حميان وقيادة افتكاك الكرة والأجمال مرتدة. مشات هذه مراوغة جميلة من جانب ساكر الأرضي لحمزة خابس إلى مداولات تحضير لزريدة التسديدة. جول من جانب محمد زريدة. يتكرر المشهد من زريدة الذي كاد أن يسجل مثل هكذا هدف في مباراة اتحاد طنجة. تحتفل جماهير الرجاء الرياضي والملعب البلدي بالهدف، والهدف قد يحضر مرة أخرى للرجاء الرياضي. كرة أمامية خطيرة الجول الثاني من جانب الرجاء الرياضي. محمود بن تايك انطلق كالسام من الجهه اليسرى، اخترق المنظومه الدفاعيه للنادي البركاني الغائبه ليسجل الثاني الاهداف للرجاء الرياضي ويحسم المعطيات بنسبه كبيره لفائده فريق الرجاء الرياضي.